من كويت المحبة والسلام من استاد جابر الأحمد، من هذا اللقاء الذي يجمع منتخبي الإمارات والكويت هنا في المحطة الأخيرة في دوري المجموعات. منتخب الإمارات الذي يلعب هذه المباراة ب4 نقاط بعد أن انتصر على عمان في المباراة الأولى بهدف دون رد من ضربة جزاء عن طريق علي مبخوت. عاد بعد ذلك وتعادل مع المنتخب السعودي 0-0، أو عفوا خسر المباراة الأولى أمام السعودية 2-1 في الافتتاح، ثم عاد بعد ذلك أيضا وخسر أمام المنتخب العماني بهدف دون رد كان بإمضاء أحمد كانو من ضربة جزاء. إذا مشاهدينا هذه المباراة هي محطة مهمة جدا، وبالتالي نلاحظ أن السيد البرتو 11 هناك بالإمارات وخليج 21 في البحرين، فيما الكويت أصحاب 10 ألقاب، ولكن الكويت تركت البطولة. وهذه المباراة دوبادين واضح منتخب الكويت بالقمصان الزرقاء على يمين الشاشة، منتخب الإمارات بالقمصان البيضاء على يسار الشاشة، والكرة ترجع تعود مرة ثانية لصالح المنتخب الكويتي، ولكن إذا تتخلص يرجع مرة ثانية حصل الحمادي اللي يلعب عوضا لمحمد عجب هنا، ونلاحظ على أساس تعرف شلون تتعامل مع هكذا ظروف، والكرة توصل على طول ترجع مرة ثانية توصل على الجانب اليمين، ولكن ايضا تلعب انه بدا مع العربي ثم الان يلعب مع الكويت. محاوله لبدر المطول لعبها لخطيره فهد العنزي، خطيره طلع بعرض الملعب، لكن الكره تروح خارج الملعب وضربه ركنيه لصالح المنتخب الكويتي الانشط والاخطر حتى الان. هذا هو فهد العنزي اللي معنا بالصوره. تمريره كانت رائعه من صاحب الخبره الميدانيه واكثر اللعيبه الكويتيين تمثيلا، فهد المطوع اللي تقدم توغل. هذا هو الان علي مبخوت يتقدم، الكره معاه يحاول يمر يردها لعموري، عموري يمرر جهه الحمادي، خطيره الحمادي، حمادي يلعبها لبرغش، برغش ياخذ كرته طلع بعرض الملعب، ولكن الكره تصطد ويمرر لفارس جمعه، فارس جمعه على نص الملعب، علي مرر اماميه لعلي مبخوت، علي مبخوت هي ولكن الكره بتحرس المرمى. ميد القلاف سهله يا علي مبخوت، هذه لازم تلبس تماما، ممتازه جدا ممتاز جدا. شوف هذه هي من علي سالمين يلعبها لعلي مبخوت، ولكن ما كان مبخوت في اللقطه هذه، ما كان مبخوت اطلاقا، لعبها بشماله، وبالتالي ما هو متعود ابدا ان يلعب بالشمال بهذه الصوره، على اعتبار انه هو يمين يتقدم ويمرر، ولكن تتخلص الكره تعود الان على الجانب اليمين، خطيره، وهذا هو الان ياخذها فيصل زايد طلع بعرض الملعب، وفهد العنزي بيمين يلعبها، ولكن الكره تروح خارج الملعب وتصبح ضربه مرمى لصالح منتخب الامارات. فهد العنزي صل على طول الان، بدر المطوع حاول يمر طلع بعرض الملعب، خطيره لكنها تتخلص، يرجع مره ثانيه حصل المنتخب الكويتي، الخطوره قائمه، منتخب الكويت بدر يلعبها، هذه هي مع فيصل تتسدد، ولكن خالد عيسى على طول سطر عليه. المباراه سجل سوبر هاتريك 4 أهداف واصبح هدافا لتلك البطوله من تلك المباراه. هنا طبعا خطا ضربه حره مباشره لصالح منتخب الامارات. 0-0 حتى دقيقة 15، 0-0 حتى الآن، 0-0. وهنا طبعا جانب من الجمهور اللي حاضر المقصورة ورأسية وقدام الجول، جول يا لطيف يا لطيف، مش معقول الكرة هذه، مش معقول ما دخلت الكرة هذه، مش معقول ما راحت في الشبك وفي المرمى، ضربة الشبك من برا، لا يا الشبك لا يا المرمى لا وألف لا. كرة تعود توصل لفهد الهاجر، الكرة معاه يلعبها مرة ثانية الآن، محاولة مرور تمريرها تروح على الجانب الشمال، بدر مطوع عمل سويتش، كرة معاه حاول يعدي، ولكن تعود مرة ثانية يواجه ويسدد، والكرة تروح خارج الملعب وضربة ركنية. محاولة كويتية خطيرة، نعم محاولة كويتية رائعة تماما من جانب بدر المطوع، صاحب الخبرة الميدانية، صاحب الحضور الرائع، هذا هو لف على طول دار على نفسه وسدد، ولكن ايضا موجود فارس جمعة وراسية فارس جمعة، والكرة تروح خارج الملعب وضربة ركنية لصالح المنتخب الكويتي. ضربة ركنية الآن
لمنتخب الكويت، تقريبا الركنيه الثالثه لمنتخب الكويت حتى الان. كره تتخلص، تعود توصل لعموري مع الحمادي، غير رايه، لعبها على طول الان توصل للحمادي، تمريره على الجانب الشمال، على طول تتلعب ايضا من علي ولكن ما توصل في اكثر من قطر عربي، الله يعطيهم الصحه والعافيه، من القبائل الرائعه خطيره. الكره تتخلص، تعود ترجع مره ثانيه الان لعلي سالمين، رائعه من حارس المرمى خالد عيسى، ممتازه من حارس المرمى خالد عيسى، تألق وتعملق في اللقطه الماضيه. ابعد الكره كانت حماسيه تماما، يظهر المباراه الثانيه للكويت. عموري مرر خطيره تتحط الجول، يا برغش يا برغش يا برغش، مش معقول الكره هذه. فرصتين تسجيل، فرصتين تسجيل، الاولى لعلي مبخوت والثانيه لبرغش، ولكن وين حارس المرمى؟ شوف هذا محمد برغش لاعب الوحده ومنتخب الامارات، لعبها بليسنج، يلعبها لا يا محمد، لا يا محمد، بس متر واحد وحط كل قوتك فيها وشوف وين حتروح، وشوف شوف هذا هو الان خالد عيسى طاير في السماء. خالد عيسى ما شاء الله، نبغى نتيجه هالسنه في هذه اللقطه باذن الله. على كل ضربه حره مباشره تتلعب لصالح الكويت، لكن يظهر لي في رايه، كذلك في رايه، ويظهر ان هناك في تسلل. احنا الان يعني يدوب حوالي دقيقة يعني ونصل إلى النصف ساعة الأولى من زمن شوط المباراة الأول والتعادل 0-0. قلت لك منتخب الإمارات يلعب على 3 فرص، منتخب الإمارات يلعب على فرصة الانتصار قدمها منتخب الإمارات حتى الآن في خليج 23، 0-0 حتى الآن بين الإمارات والكويت. عموري كرة تنزل من حارس المرمى، ولكن ميد القلاف على طول يستلم ويأمن ويلعبها على طول أمامية، لكن تعود لخميس. فهد العنزي كرة معاه، يحاول يعدي العنزي، يمرر خطيرة، ولكن من حارس المرمى خالد عيسى. التغطية يا جماعة، التغطية مطلوبة يا جماعة في هذا المكان وفي هذا الزمان وبهذه الصورة. الأمور ستبقى أوكي إذا ما استمرينا مثل ما كنا. نهاية الوقت الأصلي لزمن المباراة، وخطيرة للإمارات، محاولة مرور، يا على اللقطة هذه، يا ليتك مررتها لعلي مبخوت، مش معقول الكرة تروح خارج الملعب ورمي. والإمارات متعادلة مع الكويت. ثم باكر بالمناسبة يعني أيضا المباريات الأخيرة للمجموعة الثانية. على كل حال بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب البحريني غدا إن شاء الله. زايد يحصل فيصل زايد، يحاول يمر فيصل زايد، كرة معاه يرسلها بعرض الملعب، برغش يخلصها برغش، الكرة خطيرة هذه، ضاري طلعها بعرض الملعب، ولكن على الخط تماما. خلي بالك يا برغش، خلي بالك. انا يعني وقف شعر يمي الحقيقة على اللقطة اللي فاتت، لأن حسيت بشيء ممكن يحصل غلط. كرة توصل لبرغش، كرة 5 نقاط في المجموعة الثانية خلف عمان على طول. كرة توصل لبدر مطوع، الكرة معاه، ياخذ كرته يرسلها أمامية، محاولة كويتية، إبعاد من برغش، والكرة تروح خارج الملعب، وضربة ركنية وتغيير الآن. ورينا اللوحة. خلنا نشوف مين هذا. 15 بمحطتين في الهجوم. كرة تتلعب من عبد الله بريكة، كرة تتلعب، يا الكرة هذه أشوى عدت. سلطان العنزي تبقى خطرة، لا زالت خطرة، تتلعب على طول، محاولة كويتية خطيرة، ويحاول يسدد يعليها، ولكن تضرب الشبك من برا، والكرة تروح خارج الملعب، وضربة مرمى. الله يلطف، الله يستر. احنا الان على بعد فقط يعني حوالي تقريبا نتكلم عن 13 دقيقة عن نهاية الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني. 0-0 بين الإمارات والكويت، 0-0 حتى الآن، 0-0 حتى هذه اللحظة بين الإمارات والكويت في المباراة الأخيرة في الدور التمهيدي لخليج 23. إما أن نذهب إلى الدور نصف النهائي أو نذهب إلى الإمارات، ولكن ركز مع فيصل يلعبها، مقصيد يمرر، كرة توصل لبدر، يستلم، يحاول يمر، يلعبها،
ويسدد، ولكن الكرة تروح خارج الملعب وضربة مرمى. وضربة مرمى. هم مش سهلين، هم تراهم مو بسهلين، هم خطرين، واضح تماما لما يبدون يستلمون. لما يبدون يستلمون خلوا بالكم من بدر مطوع، خلوا بالكم منه. هذا اللي يلعبهم، هذا هو اللي يحركهم، هذا هو الخطير، هذا هو اللي عنده المصباح السحري للكرة الكويتية في هذه المباراة. على كل